أهلاً بكم في لوس سانتوس، مدينة الأسرار. لعبة جراند ثيفت أوتو 5. إنها أكثر من مجرد لعبة، إنها ظاهرة. الملايين حول العالم يحبون استكشاف مدينة لوس سانتوس. لكن إليكم سراً، لوس سانتوس مليئة بالمفاجآت. اللعبة لديها الكثير لتقدمه خارج القصة الرئيسية. أنا أتحدث عن أسرار خفية وإيستر إيغز. هذه تفاصيل صغيرة ومفاجآت أخفاها المطورون في اللعبة. قد لا تجدها على الفور، هذا جزء من المتعة. هذه الأسرار يمكن أن تكون أي شيء. قد تجد رسالة مضحكة، أو ربما إشارة إلى فيلم. قد تكتشف منطقة جديدة كاملة. فهل أنتم مستعدون لاستكشاف الجانب الخفي للوس سانتوس؟ هيا بنا ننطلق. أكثر ما أحبه في لعبة جراند ثيفت أوتو 5 هو أنها تكافئ الفضول. المهمات الرئيسية مثيرة، لكن المتعة الحقيقية تبدأ عندما تخرج عن المسار المطروق. أبدأ باستكشاف المدينة. انظر في كل زاوية، لن تعرف أبداً ما قد تجده. هذا ما يجعل اللعبة مميزة للغاية. إنها تبدو وكأنها مكان حقيقي بأسراره الخاصة. بعض الأسرار سهلة الاكتشاف، البعض الآخر أصعب بكثير. قد تحتاج إلى مساعدة من لاعبين آخرين عبر الإنترنت. هذا جزء من المتعة أيضاً. دعونا نكشف بعضاً من هذه الأسرار معاً. هل شعرت يوماً بقشعريرة تسري في جسدك؟ للوس سانتوس جانب مخيف. توجه إلى جبل غوردو المهجور ليلاً. إذا استمعت جيداً فقد تسمع صراخ امرأة. البعض يقول إنها شبح جولين كرانلي إيفانز. ماذا عن الكائنات الفضائية؟ لعبة جراند ثيفت أوتو 5 مليئة بالإشارات إلى الكائنات الفضائية. قد بالسيارة إلى الصحراء بالقرب من المنطقة 69 قد ترى جسماً غريباً يحوم في السماء. هذه اللقاءات تضيف طبقة من الغموض إلى اللعبة. هل هي فقط للمتعة أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك؟ جبل تشيلياد هو أعلى نقطة في لوس سانتوس، وهو أيضاً مركز أكبر اللغز في اللعبة. داخل محطة التلفريك ستجد جدارية غريبة، يبدو أنها تظهر خريطة للجبل. يعتقد اللاعبون أن هذه الجدارية تحمل مفتاح سر داخل الجبل. هل يمكن أن تكون هناك قاعدة مخفية؟ أو ربما حتى حقيبة ظهر النفاثة؟ بعد سنوات، لا يزال الناس يحاولون حل اللغز. لغز جبل تشيلياد هو دليل على عمق اللعبة. إنه لغز يبقي اللاعبين منشغلين ويضعون النظريات لفترة طويلة بعد انتهائهم من القصة الرئيسية. القسم الخامس: أسرار تحت الأمواج. لا تنسوا عالم لوس سانتوس تحت الماء. اغوصوا عميقاً في المحيط وستجدون أكثر من مجرد أسماك. هناك جسم غريب محطم في قاع البحر. هل هو مرتبط بمشاهدات الأجسام الغريبة في السماء؟ يمكنك حتى العثور على فتحة عليها الرقم 42. هذه إشارة إلى كتاب الدليل المسافر إلى المجرى. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تجعل عالم اللعبة يبدو نابضاً بالحياة. من الواضح أن المطورين استمتعوا كثيراً بإخفاء هذه الأسرار واكتشافها متعة حقيقية. القسم السادس: رسائل من المطورين. أحياناً يترك المطورون رسائل للاعبين. قد تكون هذه نكات مضحكة أو إشارات إلى ألعاب أخرى. على سبيل المثال، انظر جيداً إلى الأرفف في المتاجر الصغيرة. قد ترى علبة حبوب عليها اسم Serial Crimes، جريمة الحبوب. إنها نكتة سخيفة، لكنها تجعل عالم اللعبة يبدو أكثر واقعية. هذه الرسائل مثل غمزات صغيرة من المبدعين، تجعلك تشعر وكأنك جزء من نكتة سرية. القسم السابع: متعة الاكتشاف. العثور على سر في لعبة جراند ثيفت أوتو 5 أمر مثير. إنه مثل اكتشاف كنز مخفي، وأفضل جزء هو مشاركة اكتشافاتك مع الأصدقاء. يمكنك مقارنة الملاحظات ومحاولة العثور على المزيد من الأسرار معاً. يضيف هذا طبقة جديدة تماماً إلى تجربة اللعب. إثارة البحث مجزية تماماً مثل الاكتشاف نفسه. هذا ما يجعل اللاعبين يعودون إلى لوس سانتوس لفترة طويلة بعد انتهائهم من اللعبة الرئيسية.
القسم الثامن: عالم نابض بالحياة. هذه الأسرار وإيستر إيغز مهمة. إنها تجعل لوس سانتوس تبدو وكأنها مكان حقيقي، مكان له تاريخه الخاص وأساطيره وحكاياته. يظهر هذا أن المطورين بذلوا جهداً إضافياً، لم يكتفوا بإنشاء عالم اللعبة، لقد خلقوا عالماً مليئاً بالمفاجآت. هذا الاهتمام بالتفاصيل هو ما يميز لعبة غراند ثيفت أوتو 5 عن الألعاب الأخرى. إنه عالم يتوسل إليه أن يتم استكشافه. القسم التاسع: استمروا في الاستكشاف، لوس سانتوس في انتظاركم. إذن ماذا تنتظرون؟ احصلوا على أجهزة التحكم الخاصة بكم وشغلوا لعبة غراند ثيفت أوتو 5 وابدأوا الاستكشاف. أسرار لوس سانتوس في انتظار أن يتم اكتشافها. لن تعرفوا أبداً ما قد تجدونه. استمتعوا بالبحث.